ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا احكي لكم قصة الاكل ده واللي اتعمل فيا النهاردة. والله العظيم هو ده كل اللي حصل. وانتوا بقى احكموا بقى، شوفوا اللي يرضيكوا ايه واحكموا انتوا، قولوا لي اعمل ايه. انا كان جاي لي المفروض صنايعي النهاردة عشان يشتغل عندي شوية حاجات في الشقة. المفروض زي ما انتم شايفين كده انا بطبخ في الصالة. المفروض ان هو كان هيجي يديني وش نظافة للمطبخ بتاعي. وقلت بما ان الصنايعي جاي فقلت والله لا اطلع اجيب من على السطح فوق، اجيب ديكين اعملهم عشان يتغدى معانا زي ما احنا هنعمل حسابه في الغدا، بمعنى اصح اللي احنا ناكل منه لبيتي. والله عملت منه وقلت خلاص هو هيجي دلوقتي وايه، واحط له هو يتغدى وبعدين احنا نتغدى انا والولاد. لكن للاسف والله انا عملت الاكل وقفت بصوا. والاخر بعد ما رحت اتصل عليه عشان اسال هو جاي النهارده، قالوا لي ده لسه في شغل وقدامه اسبوع ويجي. يعني هو كان المفروض ان هو مديني وقت ان انا هيجي لي النهارده. وانا قلت بنت عماله تقول لي يا ماما ما تعمليش اكل، اعملي له اي حاجه وكده كده واخد فلوس، انت بتعملي اكل ليه؟ قلت لها لا يا بنتي والله ما ينفع، ده جاي بيتي والمفروض ان انا ايه يعني احط له زي ما احنا هناكل هو ياكل. والله يا جماعه هو ده اللي حصل. وبعدين اتصلت عليه قالوا لي لا ده هو بره في مشوار وقدامه اسبوع عبال ما يرجع تاني. طب قولوا لي بقى يعني انا دلوقتي اعمل في ده ايه؟ والله هو ده اللي بحكي لكم عليه هو اللي حصل. طيب بعد ما عملت الاكل دون لقيت نفسي مش عارفه هعمل فيه ايه. طب هو كده قدامه اسبوع كامل عبال ما يجي، يعني ادي اخرة اللي يمشي ورا الصنايعيه وياخد كلمه من واحد ويبقى مرتبط بيه ان هو هيجيله يعمل معاه اي حاجه. حطيت بقى الاكل اللي انا عملته، شلت ديك من الاتنين اللي انا كنت عاملاهم في قلب التلاجة، ومسكت بقى الديك التاني حمرته وحطيته للولاد اتغدوا مع المكرونة والحاجة اللي انا كنت عاملاها. ويجي بقى هو بعديها بكام يوم، يعني بص ربنا الرزق بقى، هشوف انا هعمل له غدا ايه، او انا كده رستقت نفسي ان هو هيجي والله ما جه. والكلام اللي بقوله لكم ده كله حصل. ولا دلوقتي انا مش عارفه ايه مشكلته، حتى ما اتصلش وقال ان هو المفروض ان هو جاي، ما قالش ان هو جاي. فما علينا، يلا مش مشكلة. الله أعلم الخير فين، لكن الموقف اللي مش حلو والواحد لما يدي كلمة المفروض بيبقى قدها، لأن أنا فعلا عملت حسابي وطلعت البوتاجاز بره وكل حاجتي وبقيت أعمل أكل في الصالة زي ما انتوا شايفين كده. ومبقتش عارفة أعمل ايه صراحة. بس الموضوع ضايقني قوي والله، وقلت لازم احكي لكم عليه. لكن المكرونه اي حد اي واحده في الدنيا شطوره كده تعرف تعمل مكرونه. وديوك البلد اللي انتم شايفينها دول دي من عندي انا والله، تربيه ايدي، يعني انا مش شارياها. دي كانت عندي فوق في السطح، انا بربي كل حاجتي في بيتي، ما بشتريش حاجه من بره، لان طبعا هيبقى التكلفه زايده قوي عليا. فبجيبهم بصراحه ربنا وهم صغيرين كده، وابدا اكبرهم على ايديا واحده واحده لغايه ما يكبروا يبقوا سن الذبيح زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. بيبقوا سكر سكر سكر، بيبقوا حلوين قوي. والتربيه البيتي مفيش بعد منها. الله يكون في عون الناس اللي ما عندهاش مكان تربي واللي بتشتري كل حاجه بالفلوس من بره. الموضوع صعب جدا والله يا جماعه في الغلا ده. يعني الله يقوي كل الناس ويرزق دايما برزقهم يا رب، ويقوي كل واحد على بيته وعلى ولاده وكل ست شقيانة يا رب. بصوا هنا انا والله زي ما انا قلت لكم، انا كنت مطلعاهم وقلت خلاص هو هيجي وانا هعمل غدا. وقلت خلاص بالمرة كده كده هعمل له معانا وازود له اكل وياكل زي ما ولادي هياكلوا هو هياكل. لكن للاسف يعني هو عمل فيا مغرز مش حلو. بس الحمد لله. طب هنقول ايه؟ هقول ايه غير الحمد لله؟ مفيش قدامي حاجة تانية اقولها غير الحمد لله. عملت هنا بقى زي ما انتم شايفين كده، ظبطت الشوربه بتاع الفراخ البلدي. وعايزه اقول لكم يا اولاد ان الفراخ البلدي دي ما بيبقاش فيها زفاره نهائي. والله العظيم ما بيبقى فيها اي زفاره. واللي تقول لك بقى معلش شيلي الترتوفه بتاعه الجناح، شيلي الزلموكه الحته اللي ورا دي، اصل هي مصدر الزفاره، اصل هي مصدر. حبيبه قلبي، ما هي مصدر الزفاره الفراخ كلها، يعني على اساس ايه؟ يعني ايه المنظر اللي بيحصل ده؟ فما علينا. انا خلصت كده والله زي ما انتم شايفين، بدأت اسلق الفراخ وسبتها وغطيتها بغطا الحلة المكسور اللي انتم شايفينه ده. محدش طبعا في الكومنتات يقول لي ايه الغطا اللي انت حاطاه دون او مش حلو او مكسور، كل واحد بقى يا جماعة على قده. وهنا ابتديت اشيل الريمة اللي طلعت من على وش الحلة دي عشان ارميها وبقلبهم.
بصوا هنا كده اهي، بص كله كده بحاول اشيلها، بس شوربة البلدي مفيش بعد منها. والله قسما بالله سكر. وبصوا كده لسه اول غلوة، بصوا وش المية بتاع الشوربة بقى شكله ايه. يعني جميلة جميلة جميلة. طبعا الشوربة اللي انتوا شايفينها دي محطوط فيها جزرة وورق لورو او لوري، مش والله ما انا عارفة انتوا بتقولوا عليه اسمه ايه، ايا كان بقى خليها ببركة ربنا. حباية طماطم. ومن اليمة التانية كنت حاطة فص الثوم عشان طبعا اعمل التسبيكة بتاعة المكرونة. والله يا جماعة الموضوع فعلا يعني ضايقني جدا لما اكوني مستنظرة حد وبصي مش شحورة كده، يعني ومستنية ان هو يجي يعمل لك شغلانتك عشان ترتبي شقتك وترتبي حالك. فالموضوع صعب قوي. فما علينا، ادينا عملت التومة بتاعة المكرونة والطماطم، وابدأ طبعا. ما فيش حد في الدنيا ما بيعرفش يعمل الصلصة دي يا جماعة، بس في ناس بتعملها بطريقة مختلفة. في ناس بتعمل التومة دي وبعد المكرونة ما بتتسبك بعد المكرونة والطماطم ما بتتسبك، بتبدأ تنزل عليها بالمكرونة، وبعدين بتروح حاطة تقلية التومة دي على وش المكرونة كده بالصلصة. ما بتحطهاش زي ما احنا بنعملها كده. فكله سبحان الله كل واحد ليه طريقة. بس والله يمشيها ببركة ربنا صدقيني، وسبحان الله كل حاجة يبقى لها طعم. يعني والله يمشيها بالبركة كده، هتلاقي نفسك كل حاجة معاكي بقت زي الفل. هنا نزلت بالمكرونه، بس بعد طبعا الطماطم ما تتسبك حلو جدا. الناس اللي هتقولي انت بتحطي بايدك، اه يا حبيبه قلبي انا كل حاجه بعملها بايدي، وايدي نظيفه وغسلاها والله ما فيهاش اي حاجه. فعلى راي جدي زمان كان بيقول لك من عشب الحكمه عشب المرض. يا من ناس سبحان الله، والله طول ما انت بصي النظافه حلوه ما قلناش حاجه، بس انا غاسله ايدي. فايدك دي انت بتاكلي بيها ولادك، وايدك دي بتعملي بيها الاكل، فعلى طول ايدك في الميه. اي ست بيت في الدنيا عارفه الكلام ده. ولما بقى ساعتها كده خلصت الاكل وما لقيتش فيه فايده، ان هو مش جاي وما فيه، ويأست طبعا ما اتصلت عليه. قلت خلاص بقى، طب انا هعمل في الاكل ايه؟ فروحت بقى حطيته بصراحه، وحطيت شويه الشوربه الحلوين دول، وقلت لهم كلوا يا ولاد بقى. بس يعني اتقرصت قرصه حلوه ان انا ما اخدش بكلام حد. يعني انا هو المفروض الراجل بيتربط من كلامه او الصنايعي، بس ما اعرفش اليومين دول ايه اللي حصل يعني. هو مع الغلا الناس كلها الرجاله، حتى الرجاله لما بيدي كلمه بيرجع في كلامه، مبقاش عارف ان الناس مربطه ظروفها وعارفه ان هي الوقت ده مستنياه او كده. وبرضه يعني محاولش ان هو حتى يعتذر او يتصل يعرفني ان هو مش جاي. فمش عارفه صراحه يا جماعه، انا هكمل واخلي هو يجي يعمل لي المطبخ بتاعي ويخلصني من الدبكه دي، ولا اشوف حد غيره بقى عقابا ليه لان هو ما وفاش بعضه؟ صراحه ربنا انا متردده. فقولوا لي كده، هل انا اسيبه واشوف واحد تاني يجي يخلص لي الشغل اللي عندي، ولا اقول كل واحد ليه ظروفه واستناه تاني، ولا اعمل ايه؟ يا ريت تفيدوني والله، لان انا فعلا الموقف ضايقني، بس برضه الله اعلم بظروفه هو فيها ايه او ايه اللي حصل له. ففيدوني كده وقولوا لي، هل انا لو شفت حد تاني غيره وجه خلص لي شغلانتي هكون انا غلطانه؟ يعني انا كده بالنسبه له هكون غلطانه في حقه، ولا هو اصلا اللي ما حاولش مفيش تقدير ان هو حتى يرفع سماعه التليفون ويتصل ويقول انا مش جاي؟ لو شفت الفيديو لغايه هنا بالله عليكي ما تنسي اللايك لاختك كده، تقديرا لتعبي وتقديرا يعني للواحد والله، وحرقه الاعصاب اللي هو فيها كده. دايما كده اسمع تعليق حلو منكم، عشان بجد والله انا بحبكم جدا، والتعليق ده بيهون عليا كتير جدا، وبحس ان انتوا حواليا كده، وبحس ان في ناس بتكلم معاها وبيتكلموا معايا كده، مش حاسه ان انا بكلم نفسي. فاي حد عنده تعليق حلو يا ريت يقولهولي.